اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيخ ابراهيم. الله يسعدك شيخ محمد ويسعد المتابعين. ابى اختصر وما بطول. طبعا محمد قال لي قصه قبل فتره عن واحد ظلمه، وش صار في هذا الظالم، فقلت بدل ما انا انقلها ابغاه هو ينقلها شخصيا لكم. قول القصه يا شيخ محمد باختصار. الله يحفظكم. القصه هذه اول شيء نستفيد منه معناه عندك ارض تقول فرصه الحرم ايوه والكعبه حق مكه اسمعوا، واللي في المملكه يجون عمره فرصه اسمعوا. عندكم والله فرصه كبيره مره. انا كنت في البلد يعني في الصومال ايوه، فكنت ابغى ان اجي الى الجامعه، فبعنا الاهل باع ارض يعني. اللي جنبنا قال كيف بعتم؟ هذا حقي. وهي ارضكم انتم؟ هي ارضنا حقكم مالكم حلالكم. فكان شيخ محمد فالله يحفظك اخي، كان عنده الرجال ده كان عنده مال، وكان ضابط كبير يعني. ضابط كبير في دولة الصومال. ف معنا نحن تحيرنا يعني، لأن ما كنا نعرف سيستم المحكمة كذا. هو يعرف كل مكان، يعرف المداخل والمخارج، يعرف كل شيء، المداخل والمخارج، ولو معارف ولو ناس ولا اي والله. وانتم خايفين ان ما لكم احد، انتم ممكن تنظلمون وياخذ ارضكم. اي والله. ايوه كنتوا شايلين الهم هذا. ايوه. ففجأة جئت الى الحرم، سويت الطواف، دعوت الله هذه الايام. حجزت مباشرة؟ اخذت اقامة؟ ايوه وحجزت. اخذت الاقامة، فجئت فدعوت الله. جيت على مكة على طول؟ بعد القصة هذه بكم؟ بشهر كذا او بشهر ونص كذا على طول. وجيت على الحرم. اي والله. جيت للعمرة. ايوه جيت تفضل. واثناء الطواف؟ واثناء الطواف دعوت الله ان يعيننا على هذا الظالم يعني. شوف. ايوه. فرحت فسافرت. اول يوم وصلت الى البلد، جئت مقهى. ايوه. في كراسي، في الناس يجلسون يشربون الشاي يتحدثون كذا. ايه. ففي مجموعه جالسين مكان خاص. واحد قال لي يا شاكر تعال 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 تعال. فرحت اليه، قال في قاروره الناس يشوفوا. أيوة. قاروره فيها لحم احمر مره. علبه. ايوه علبه فيها قطعه لحمه لونها احمر يعني داخل هذه العلبه. طيب. ايوه. فقال تعال يا شاكر، تعرف هذا ما في القاروره هذه؟ قال ما اعرف. قال هذا حلق حق صاحبك اللي لا اله الا الله. ايش بيه؟ هو جابوا من حلقه داخل هذه العلبه. ايوه جابوا من هند. طيب شيخ محمد، في داخل العلبه كان في حلق معناها في لون احمر مره. إيه؟ جابوها من الهند. من الهند ليش؟ من الهند. قالوا هذا حلق حق صاحبك، جاء من الهند. ايوه عشان هذا الحلق فيه سرطان. لا اله الا الله. سبحان الله. وهذا الظالم سبحان الله ذهب الى الهند يتعالج من المرض. والحلقه هذه حتى ما وصل الى بيته، سووا له استئصال حتى ما وصل. الان جابوه. تو وصل للصومال. من الهند للصومال، ما وصل الى بيته. انا معناه قبل ان يشوف اهله انا شفته. سبحان الله. فتذكرت حينما رحت الى الحرم وسويت الطواف. تذكرت حينما وصلت الى الحرم أيوة. وسويت الطواف ودعوت الله ان هذه دعوتك، ان يعين على هذا الظالم. شوف. وزوجته تقول. وزوجته قبل شهرين اظن، قبل شهرين في مرضي. بس كله اثناء الظلم. اثناء الظلم. ايوه كله اثناء الظلم. ايش صار في زوجته؟ كانوا معنا ساهرين الاهل كله بالمرض حق الاب. فقالت انا ابغى نوم. تعبوا يعني مع مرضه. أيوة. قاعدين عنده ويعتنون فيه وكذا. اي. فنامت، وفي الصباح هي ماتت يعني. لا. طيب يا شيخ محمد، اخي الكريم، الشاهد هذه القصه أنا في فائدتين. الفائده الاولى خطيره الظلم. يا الله، ظلم ظلمات. ظلم يقول لك دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله، ودموع المظلوم صواعق في السماء. سبحان الله. بسهل الموضوع. والثاني لأنصرنك ولو بعد حين، الله قالها. ايوه سبحان الله. والثاني فرصة أهل مكة
ليه؟ لأن بينهم الحرم، يا سلام. بينهم الكعبة، بينهم القبلة، ما احنا بينهم الطواف والملتزم والحرم. سبحان الله. شغل سيارتك. فرصة كبيرة. شغل سيارتك على لمن الحرم. يوفقه، لمن يوفقه الله سبحان الله. فنحن من أهل مكة عندنا فرصة كبيرة مرة. الحمد لله. طيب شيخ محمد، أنهي الموضوع. الله يحفظك. بالله بعد ما دعوت عليه ما ندمت؟ تفضل. والله ما ندمت صح؟ بعد ما دعوت عليه ما ندمت، لكن بعد ما شفت حاله ووضعه، حاله وهذه الحالة سبحان الله حزنت شوي. وهذا دليل طيبة دعوت قلبك. الله بعدين أن يوفقه ويشفيه، وأن يقبل توبته وأن يشفيه كده. يا زين قلبك ما شاء الله. الله يحفظك. ظالمك وتدعي له. الله. بس بعد ايش؟ بعد ما فوات خلاص. الأوان. بعد فوات الأوان. طيب يا شيخ محمد، هل الرجل تعالج من المرض؟ مع الأسف لا والله ما تعالج. سبحان الله مات بسببه يعني. مات بسبب المرض؟ أيوة مات. الله عز وجل الله يغفر له ويرحمه. الله عز وجل يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ليه؟ عشان ما توصل للمراحل هذه.